بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم سعاد من قناة نور شانيل. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم بريوش أو فطائر اللي كيجيو خفافين بواحد المذاق أكثر من رائع وطريقة جد سهلة. إن شاء الله يتمنى أنهم ينالوا إعجابكم. فطائر كيكونوا حلوين بمقادير اللي بسيطة. نتمنى إن شاء الله إلا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتشجيعات اللي كتفرحني بزاف. واحد التعليق زوين تحت الفيديو بنشوف ان شاء الله ردود الافعال ديالكم واش عجبتكم فريمون الوصفه والوصفات اللي كنقدم لكم. يعني شاركوا معايا اراء ديالكم وما زدتش نطول عليكم بزاف ونبداو على بركه الله. بسم الله. في واحد لوبول او في العجانه كيبقى لكم الاختيار. غندير واحد المعلقه كبيره مملوءه ديال الخميره فوريه، يعني خميره الخبز. عندنا خميره حبيبات. غنضيف معها واحد 4 المعالق اللي كيكونوا ممسوحين ديال السكر سنيده، ممكن تعوضوهم بالعسل. غنضيف واحد الكيس ديال الفانيلا باش كتعطينا مذاق زوين. غنضيفو واحد الكميه وتقريبا واحد نص كاس ديال الماء، وكنخلط كلشي مزيان باش كتفاعل ليا الخميره ودغيا كيختمروا ليا. بعد ما تفاعلت الخميره فانا غنضيف واحد نص كاس ديال الزيت مع علبه ديال دانون مسوس. هنا هاد العجينه فانا غنعجنو غير بالماء لاني ضفت علبه ديال دانون مسوس. الا ما كانش عندكم دانون مسوس فممكن انكم تعوضوه بالحليب وتعجنوا العجين ديالكم غير بالحليب باش كيجيكم طري وخفيف. تقريبا ضفت نص كيلو ديال الدقيق، وغنضيف واحد شويه ديال الملح ضروري باش كتعادل الذوق. وغنبدا نعجن في العجين ديالي غير بالماء كيف ما قلت لكم. كنبقى نضيف الماء تدريجيا حتى كنحصل على قوام اللي كيكون رطب. كيف ما كتعرفوا البريوش باش كينجح معنا خاصو ضروري العجينه ديالو تكون خفيفه وما تكونش قاصحه. غنخلي العجين ديالي كتعجن حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. اخر شيء كنضيف واحد المعلقه ديال الزبده تكون بحراره الغرفه، كتخلي العجين كيجينا طري وكيبقى واخا كيبات معكم يعني كيبقى القوام ديالو رطب بزاف. من بعد ما تلكات العجينه ودخلت فيها الزبده فانا كنحاول انني صافي نوقفها من العجين. كتشوفوا الشكل ديالها كتكون خفيفه وكتلصق شويه في اليد، معليش. فاحنا كنحاول انني نجمع الكريه في الوسط ونغطي عليها ونخليها ترتاح حتى كيتضاعف الحجم ديالها. من بعد ما ارتاحت العجينه فانا غنحاول انني نخويها من الهواء اللي كيكون فيها بالاستعانه ديال الدقيق. ضروري ديروا الدقيق لان العجينه كيف ما قلت لكم راها كتلصق شويه. باش العجينه تنجح معكم ويجيكم بريوش رطب ضروري انكم يعني تصبروا ليها شويه لانها كتجي فعلا رائعه. غنحاول انني كيف ما قلت لكم نخويت العجين ديالي من الهواء ونشكل هكا يعني واحد العجينه اللي كنقدر نتحكم فيها، ونبدا نقطع فيها كيف ما شفتوا بكريات يكونوا متساوين. ودرتهم هنايا كريات اللي هما غير صغار هكا، يعني كتحصلوا على عدد اكثر ديال الفطائر. صافي من بعد ما قسمتهم فانا غنحاول انني نقاد كل يعني عجينه هكا على شكل كريات اللي كيكونوا صغار. غنبقى نستمر هكا باستعانه ديال الدقيق تنكمل التشكيل ديالهم ونوضعوهم جانبا. طريقه اللي سهله وكلشي كيعرف يكور العجينه، يعني ما كاينش مشكل. الفطائر كيف ما قلت لكم راهم ساهلين ولكن راهم كيجيو بنان بزاف. بعد ما شكلتهم فضروري كندير هكا شويه ديال الدقيق وكنوضع كل كرايه، اما ديروا المدلك اما ديروا اليد، كيبقى لكم الاختيار. لان اصلا العجينه هي خفيفه بزاف وكتسهل عليكم انكم تشكلوها غير باليد صراحه، يعني بلا ما تهجوك على المدلك. ما كترقوهاش بزاف، ضروري من الوسط تبقى شويه غليظه لاننا غنعمروها بالشوكولاته ديال الدهن. وخاص العجينه من يعني من البلاصه فين كنحطوا الشوكولاته تكون مازال غليظه شويه. كنجمعهم بحال غنجمع لي باغيت ديالي بهذه الطريقه هذه باش الشوكولاط ما كيخرجش ليا من العجين. من بعد كنجمعها على شكل بريوش دائريه بحال الكموسه، ولكن حنا كنجمعوها بهذا الشكل هذا. كنا كنقرصوا في العجين باش ما يتحلش لينا ويخرج لينا الشوكولاط ويخسر لينا الشكل ديالهم. صافي كنقادهم كيف ما كتلاحظوا من يديا وكنوضعهم مباشره في اللاطه. نعاود معكم مره اخرى. يعني من بعد ما طلقت العجينه كيف ما كتلاحظوا راه ما كنرققهاش بزاف نهائيا. كنضع واحد المعلقه صغيره مملوءه ديال الشوكولاته ديال الدهن، اي شوكولاط كتفضلوا، وكنجمعها بحال غنجمع لي باغيت هكا. كنضمن ان الشوكولاط ما غاديش يخرج ليا وكنعاود نجمعها على هذا الشكل هذا باش كتجيني كريات اللي مقادين. صافي غنستمر تنكمل الشكل ديالهم. من بعد انا خطاتني تقريبا واحد 2 لاطات، يعني خرجت لي كميه كبيره لانني كيف ما قلت لكم درتهم صغار. هنا من بعد ما ارتاحوا تقريبا واحد 10 حتى ربع ساعه
فانا كندهن لهم الوجه ديالهم صفار بيضاء مع شويه الحليب. الا عندكم نسكافيه ضيفوا واحد شويه، فانا ما كانش متوفره، فانا استعملت غير صفار البيض مع الحليب. صافي كندهن لهم الوجه ديالهم الجوانب مزيان مزيان باش كيجيو محمرين، كيجيو يعني اللون ديالهم مقاد. ضروري انكم تدهنوا دائما حتى الجوانب، ما تخليوش الجوانب يعني خاوين. كنزينهم هنايا باللوز ايفيلي او ديروا كاوكاو كونكاسي او تخليهم غير هكاك، كيبقى حسب المتوفر في البيت. غير هو هاد الطبقه اللي كنديروا من الفوق ديال اللوز ايفيلي او الكاوكاو ايفيلي، فهي كتعطيهم واحد المذاق رائع بزاف. يعني كتزيد كتنسمهم لينا بداك اللوز، كيجيو زوينين هاد الفطائر وكيجيو بنان. صافي هنايا في هاد الاثناء كنكون ضروري شعلة الفران. خاص الفران يكون سخون على 180 درجه، كنشعل عليهم غير من الاسفل حتى كيتنفخوا، من بعد كنشعل عليهم من الاعلى، كيكون هذا هو الشكل ديالهم هكا باش ما كيتحرقش لكم اللوز وكياخذ اللون اللي مذهب. من بعد ما كيبردوا تقريبا بعد واحد 10 او ربع ساعه، فانا كنزين لهم الوجه ديالهم بالسكر ثقيل كيف ما كتلاحظوا، باش كيزيد يعني الشكل ديالهم كيبان رائع. كيف ما كتعرفوا حنا على العين كتاكل قبل من الكريشه. كنزين لهم الوجه ديالهم هكايا بالسكر ثقيل كيعطيهم منظر زوين. من بعد غنضيف ليهم خطوط الشوكولا، غير الشوكولاته ديال الدهن، فانا وضعتها هكا في واحد البلاستيك وحاولت انني نزين بها الوجه ديالهم على هذا الشكل هذا. ممكن انكم تقدموهم غير هكاك، مهم كيبقى لكم الاختيار. غير هما هاد الاضافات صراحه راهم كيعطيوهم واحد اللذه زوينه، خصوصا الناس اللي كيحماقوا على الحلويات بحالي، فريمون غيعجبوكم هاد الفطائر. صافي غنستمر هكا بالتزيين ديالهم حتى كنكملهم كاملين. جاو صراحه رائعين. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذه الوصفه، وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق الا جربتوها ونجحت معكم، وتخليوا لي واحد لايك للتشجيع فضلا، يعني ما خاسرين والو، درتوا واحد البصمه تفرحوني بها، فانتم الله يفرحكم باش ما كتمناو. وتبارطاجوا الوصفه مع الاصدقاء، فطائر كتستحق انكم تجربوها سورتو في هذا رمضان الكريم. نتمنى ان شاء الله انكم يعني تقبلوا على هذه الوصفه اللي شاركت معكم اليوم، وتجربوها وتبارطاجيوها مع الاصدقاء. نحاول هنايا انني نقسم معكم واحد البغيوش باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. كيجيو رطبين بحال يعني بحال الريشه وقطنيين، فريمون ما تشبعوش منهم. المهم طولت عليكم كثرت عليكم الهضره، عارفه. المهم فريمون حيت كيستاهلوا التجربه. شوفوا معايا القوام كيفاش دايرين، جاو رطبين بزاف، ومن الداخل فهما كيجيو قطنيين، يعني مع الشوكولا اللي درنا راهم كيجيو بنانين. هكا حبايبي غنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. ما تبخلوش عليا بالتشجيعات كيف ما وعدتوني، ونتمنى يا ربي نلقاكم فيديو قادم ان شاء الله بخير وعلى خير. كنستودعكم الله، دمتم في رعايه الرحمن.